السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة على ميزة مهمة جدا سامسونج عاملاها في موبايلاتها، وهو المجلد الآمن. المجلد الآمن حاجة بتحمي خصوصيتنا. المجلد الآمن نقدر نحط عليه الشغل بتاعنا. المجلد الآمن ممكن نقدر نستخدمه إن احنا ننسخ التطبيقات. أول حاجة وهي إن احنا نقدر نحمي خصوصيتنا. ممكن نحط في المجلد الآن مجموعة من الفيديوهات والصور والحاجات اللي مش عايز أي حد يطلع عليها، ودي هتنفع البنات لو عندها صور مش عايزة أي حد مثلا من صحباتها أو أي حد هيمسك موبايلها يشوف الصور دي أو الفيديوهات بتاعتها. هتحطها في المجلد الآمن وهتكون آمنة جدا لأنها بتشفير سامسونج. الميزة التانية ان انا لو عندي شغل بعمله على الموبايل ومش عايز اي حد يخرب لي الشغل بتاعي او يطلع عليه، هنقل شغلي في المجلد الامن وابدا افتح شغلي في المجلد الامن. وبعد ما اخلص خالص هطلع من المجلد الامن، مفيش اي حد هيقدر يخش على الشغل بتاعي، او لو انا مثلا عندي اولاد او اطفال يخربوا الشغل بتاعي. دي الميزة التانية اللي انا هقدر استفيد منها من المجلد الامن. الميزة التالتة واللي بعتبرها من أهم مميزات المجلد الآمن إن أنا أقدر أنسخ جميع التطبيقات في المجلد الآمن. زي ما احنا عارفين إن سامسونج بس بتتيح في الواجهة العادية إن أنت تنسخ برامج السوشيال ميديا فقط، اللي هي زي الواتساب، فيسبوك، انستجرام، التليجرام وسناب شات. أقدر أنسخ فقط اللي هي برامج السوشيال ميديا، ولكن في المجلد الآمن أقدر أنسخ جميع التطبيقات اللي انا عايزها. يعني في ناس مثلا بتلجأ لمثلا واتساب متهكر عشان تخش على كذا حساب. لا لا، انت ممكن تدخل على 3 حسابات في موبايلك السامسونج. نسخة العادية اللي احنا عندنا بتظهر بتاعة الواتساب، ونسخة تانية بنعملها اللي هي نسخة السوشيال ميديا، ونسخة داخل المجلد الآمن. وإن شاء الله هعمل لكم فيديو بطريقة إن أنت تسجل 3 حسابات ب3 أرقام على تليفونك السامسونج، وكل حساب يجيله إشعارات بتاعته والرسائل بتاعته منفصل عن الحساب التاني. عشان نشغل المجلد الآمن ونستفيد منه على جهاز سامسونج بننزل شريط الإشعارات كده، وبنيجي على العلامة لو لقيناه متضاف عندنا في الاختصارات تمام. لو مش متضاف بندوس بقى على علامة الزائد دي، هنلاقيه في الآخر خالص كده اسمه المجلد الآمن. هنضغط عليه ضغطة كده طويلة وننقله عندنا في الاختصارات ونعمل تم. هنلاقي المجلد الامن عندنا مش اكتف، هتلاقيه متعلم كده مش متظلل او ابيض كده. اول ما نضغط عليه هيبدأ يفتح لنا المجلد الامن، بيحيينا وبيقول لنا اهلا بك في المجلد الامن. هنحافظ على خصوصيتنا اللي احنا هنبدأ نضيف الفيديوهات والحاجات الحساسة جوه المجلد الامن. تاني حاجة تحسين الانتاجية، ان انا هعمل نسخ من البرامج داخل المجلد الامن. متابعة ونكمل الاعداد. الاذونات، المجلد الان بياخد اذونات التقويم وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وكمان الهاتف، وكمان تطبيقات مسؤول الجهاز يستخدم للسماح بتحكم المسؤول في الهاتف. بياخد كل الاذونات المتاحة عشان انت بتعمل واجهة تانية في المجلد الامن. هندوس كده متابعة، هيبدأ لو هو عايز تحديث بيحدثه ويبدأ ينشئ لك المجلد الامن. هننتظر الاعداد لغاية ما يخلص خالص ويدخل على المجلد الامن. بعد ما عملنا النمط او كلمة المرور وكمان ظبطنا ان احنا نقدر نخش على المجلد الامن بالبصمة، يبدأ يفتح لي واجهة المجلد الامن. في حاجات افتراضية اللي هو الكاميرا والانترنت وجهات الاتصال والاستوديو، دي حاجات منفصلة خالص عن الواجهة الاساسية. لو انا عايز اضيف برامج بخش كده على علامة الزائد دي واضيف اللي انا عايزه. يعني مثلا عندي الجيميل، ممكن اضيف جيميل. ممكن ان انا اضيف مثلا ده تطبيق البنك، ده تطبيق مثلا هواوي، اللي انا عايزه. ده مثلا تطبيق مايونترا، الماسنجر زي ما قلت لكم اهوت اقدر اضيفه. برنامج انا فودافون، لو انا عندي خطين فودافون عايز يبقى على كل برنامج خط. استوديو بتاع اليوتيوب، آلة حاسبة، اورنج. اي اللي انا عايزه هلاقي كل حاجة اللي انا عايزها اقدر اضيفها. وكمان اقدر انزل برامج كمان من على الجوجل بلاي، بس لازم اسجل حساب جوه المجلد الامن.
حاجات بقى لازم اظبطها عشان استفيد من المجلد الامن. بخش كده على الثلاث نقط دول واعمل الضبط. طبعا نوع القفل انا عايز اعمله نمط وبصمات الاصابع. لازم تعمل نمط او رقم سري عشان يشغل معاك بصمات الاصابع او بصمة الوجه. برضو حاجات الحماية شوية ان انا اقفل جعل النمط مرئيا عشان محدش يلقطه وانا بعمل النمط بتاعي. الحاجة برضو اللي مهمة جدا لو انت عايز خصوصية قوي على المجلد الامن، ان انت لازم تفعل الاختيار اللي هو آه، قفل المجلد الامن تلقائيا. انا كده كلما غادرت المجلد الامن هيبدأ يقفل المجلد الامن. لكن انا لو ما فعلتش الكلام ده هيقفله. مثلا لو انا قفلت الشاشة عند ايقاف الشاشة، لو انا مثلا قعدت سايب المجلد الامن مفتوح وحد مسك الموبايل هيخش على المجلد الامن بعد 5 دقايق بعد 10 دقايق. لا، كلما غادرت التطبيق دي افضل حاجة للحماية. كل انت ما تطلع مثلا لو انت كنت على المجلد الامن وطلعت او الشاشة قفلت منك يقفل المجلد الامن. لازم تخش بالنمط او البصمة او كلمة السر. انا بخليها كلما غادرت التطبيق. الاشعارات بقى والبيانات، لو انت برضو زيادة الحماية والخصوصية، ان انت كده اظهار هيظهر لك الحاجات في لو انت مثلا يعني الاشعارات بتاعة البرامج، لو انت واتساب اي حاجة هيظهرها لك على شاشة القفل. احنا بنقفل دي كده عشان ما يظهرش المحتوى اللي انا عايز احطه اصلا في المجلد الامن. بيجي لي بس هنا محتوى مخفي. برضو اظهار معلومات لجهات الاتصال، لا برضو لو انت عايز تظهرها اظهرها، لكن كده مش هتظهر عندك خالص. برضو هيجي لك مكالمة محتوى مخفي. يعني الحاجة اللي بحبها ان انا اعمل السماح بالحفظة. ان انا مثلا لو انا دخلت على موقع مثلا في المجلد الامن ونسخت رابط او وسخت اي حاجة فانا برضو هنسخها، اقدر انسخها برضو في المجلد العادي او في اللي هو الضبط العادي او الواجهة العادية لسامسونج. فيديو قصير كده وفيه شوية معلومات عن المجلد الآمن. الناس مثلا لو في بنات ولا حاجة وليها صور مثلا بتاعتها مش عايز حد يطلع عليها، صاحباتها أو أي حد تاني ممكن يمسك موبايلها فتنقلها في المجلد الآمن بكلمة سر والحاجة بتاعتها. برضو الناس اللي عندها شغل بيشتغل شغل مثلا ممكن حد يخرب لهم البتاع بتاعهم او الشغل بتاعهم، تنقله برضو في المجلد الامن. هتلاقي عندك الانترنت، هتلاقي عندك الكروم، هتلاقي عندك كل الحاجة اللي انت عايزها. كل البرامج اهوت، الكروم موجود اهوت والخرايط وكمان مايكروسوفت اوفيس. كل حاجة برضو لو عندك صفحة على فيسبوك برضو اللي هي لو عندك صفحة تانية بتديرها مجموعة ادوات العمل، كل حاجة موجودة. تقدر تعمل نسخة في المجلد الآمن. نعمل كده إضافة، بدأت تظهر البرامج عندنا هي. فحاجة كويسة جدا من سامسونج، حماية وكمان إنتاجية. أنا ممكن أنا مثلا أنزل برامج وأبدأ أشتغل وأبدأ اللي أنا عايز أعمله في المجلد الآمن. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.